أنا محمد البارسلان. يا الله قم فإن الله لا يرضى بأن تحيا دليلا، واحمل الرايات كبرا واحتمل حملا ثقيلا. قم فإن الله لا يرضى بأن تحيا دليلا، واحمل الرايات كبرا واحتمل حملا ثقيلا. خذ دمانا نحن من يروي اللواء من سوانا. اهلا بكم معانا عظيم جديد في عظماء غيروا التاريخ. عظيم النهارده من اعظم قادة الدولة السلجوقية، ومن اعظم قادة الاسلام واللي واجهوا الروم في ملاحم كتيرة وكبدوهم خسائر كتيرة جدا. عظيم النهارده هو السلطان محمد البارسلان، قاد ملحمة ضد الروم في معركة غير متكافئة قدرها المؤرخين بحوالي 300 ألف جندي رومي ضد 20 ألف مقاتل مسلم. طبعا مفيش نسبة وتناسب بين الجيشين، واتسمت المعركة دي باسم معركة ملاذ قرد. في عام 1868 ميلادية تولى الملك رومانوس الرابع زمام الأمور في مملكة الروم، وكان أول قرار ياخده إن يجهز حملة كبيرة ضد دولة السلاجقة، وبالفعل اللي تم تجهيز الحملة واستولى على أجزاء كبيرة من دولة سوريا. أما على الجانب الثاني فكان القائد محمد البارسلان بيحاول يسيطر على المؤامرات اللي كانت حواليه من كل ناحية، وأول ما وصلته المعلومات قدر إنه ينظم مجموعات عسكرية ويهاجم بيها أقاليم النصارى اللي حواليه، واللي كانت بتشكل خطورة على دولته كبيرة جدا، لغاية ما وصل لدولة أذربيجان وقدر إنه يفتحها. ووصل بعد كده لحدود الدولة البيزنطية لغاية ما وصل محمد البارسلان بجيشه لنهر الكرج، وفتح بلاد كتيرة جدا من بلاد الرومان، وطبعا ده سبب قلق كبير جدا لرومانوس. وفي الوقت ده قرر رومانوس ان يعمل هدنة مع محمد البارسلان ووافق على دفع الجزية، وطبعا الجزية دي ما هي الا محاولة من رومانوس لكسب الوقت. وكان الطريق مفتوح لجيش المسلمين انهم يدخلوا الاناضول بعد ما سيطروا على ارمينيا بالكامل. ووصل محمد البارسلان الى عمق الاناضول بجيشه، وبفتح بلاد الاناضول سبب قلق كبير جدا للدولة البيزنطية، وخصوصا انه كتير من سكان البلاد دي دخل في الاسلام وانضم لجيش محمد البارسلان. وفي الوقت ده كان قدر الملك رومانوس الرابع انه خلاص يتم تجهيز جيشه، وكان مكون من الروس والبلغاريين والفرنجة والكرج وغيرهم من الشعوب الغير مسلمة. وذكر المؤرخين ان عدد جيش الروم كان مقدر بحوالي 300 ألف مقاتل. ولما وصل الخبر لقائد محمد البارسلان بدأ في تجهيز خطته النهائية، وبدأ في طلب المساعدة من باقي الدول الإسلامية، لأن القوات اللي كانت معاه قدرها بعض المؤرخين بحوالي 20 ألف مقاتل. طبعا المعركة غير متكافئة بالمرة، ولكن للأسف الوقت ما كانش في صالح جيش المسلمين. وطبعا لما الملك رومانوس وصلته أخبار جيش المسلمين رفض أي مفاوضات تتم ما بينه وبين جيش المسلمين، لأنه كان فاكر إن العدد اللي معاه مقارنة بجيش المسلمين يعني المعركة مش هتاخد غير دقايق وتخلص لصالحه. بس من امتى الجيوش الإسلامية كانت بتكون أكتر من جيوش الفرس أو الروم؟ في تاريخ المعارك الإسلامية كان دايما بيكون جيش المسلمين بيكون قليل، ولكن سلاح الإيمان بيكون هو العامل الرئيسي اللي بيحسم أي معركة. وقف محمد البارسلان وسط جيشه الصغير وقال: إني أحتسب نفسي عند الله، فإن قتلت فأنا شهيد، وإن نصرت فما أسعدني بهذا اليوم. وبدأت جزء من القوات الإسلامية تهاجم جزء من جيش الروم، وقتل المسلمين أعداد مش قليلة منهم، وأسروا منهم عدد كبير جدا، وكان أكترهم من القادة. وطبعا وقف رومانوس مذهول من الهجوم اللي كان غير متوقع، وكان الهجوم عبارة عن جس لنبض الجيش الرومي. وطلب بعدها القائد محمد البارسلان الهدنة مرة تانية من الملك رومانوس، ولكن الملك رومانوس رفض الهدنة وبشدة، وقال للوفد الإسلامي: هيهات هيهات، لا تفاوض ولا رجوع إلا بعد أن أدخل بلادكم. وكان محمد البارسلان بيحاول إنه يكسب الوقت لغاية ما توصل الإمدادات، ولكن ما كانش قدامه غير المواجهة الشاملة. وقال الوزير أبو نصر محمد بن عبد الله البخاري الحنفي للقائد محمد البارسلان: إنك هتقاتل عن دين الله، وتقاتل عن وعد الله بنصره وإظهار لدينه على سائر الأديان، وأرجو أن يكون الله
قد كتب باسمك هذا الفتح العظيم. وبعد ما خلص الوزير كلامه مع القائد محمد البرسلان طلب منه ان المعركة تكون يوم الجمعة في نفس الوقت اللي بتكون كل الخطباء على المنابر، لانهم في الوقت ده بيدعوا للمجاهدين. وبدأ محمد البرسلان ان يجهز جيشه للمعركة الفاصلة. وفي يوم الجمعة الموافق 26 ذو القعدة صلى القائد محمد البرسلان الجمعة بجيشه ودعا الله وتضرع لله، وخطب في جيشه وقال: أننا في ساعة حرجة، وأريد أن ألقى الروم في هذا الوقت الذي يدعى فيها لنا على المنابر، فإما النصر وإما الشهادة، فمن أحب أن يتبعني منكم فليتبعني، ومن أحب أن ينصرف منكم عن ميدان القتال فلينصرف، فليس هنا سلطان يأمر ولا عساكر تؤمر، فإنما أنا اليوم واحد منكم وغاز معكم، فمن تبعني ووهب نفسه لله فله الجنة، ومن مضى فحقت عليه النار والفضيحة. وكبر جيش المسلمين بالكامل، وكان الرد: إننا معك مهما بلغت. ودخل القائد محمد البرسلان إلى خيمته ولبس كفنه وقال: إن قتلت فهذا كفني. وبدأت المعركة، وكان قتال شرس لدرجة إن قادة الروم كانوا مذهولين، وكان جيش الروم موقعه في وادي ضيق وسهل جدا على جيش المسلمين انهم يقتلوا اعداد كبيرة جدا من جيش الروم. وكان البرسلان معتمد اعتماد كلي على خفة حركة الجنود المسلمين، اما الروم فكانوا لابسين الحديد وكانت حركتهم تقيلة جدا. ومن كتر الجنود اللي اتقتلت من جيش الروم بدأت معنويات الجنود تهتز، وبدأ الخوف يدب في نفوسهم، وقتل وأسر عدد كبير منهم. ووصف المؤرخين ان اليوم ده كان الدم فيه من الجيشين عبارة عن نهر جاري. وانتهت المعركة في نفس اليوم، وتم أسر الملك رومانوس. ولما وقف قدام السلطان محمد البرسلان سأله وقال: لقد بعثت لك أكثر من مرة لطلب الهدنة. فسكت الإمبراطور ولم يرد. وافق الإمبراطور على دفع الفدية لنفسه، وكانت مقدرة ب1.5 مليون دينار، وإطلاق سراح جميع الأسرى المسلمين. ولكن لما وصلت أخبار جيش الروم لدولة الروم عزل الملك رومانوس الرابع عن منصبه، وما قدرش إنه يدفع غير 350,000 دينار. وبعد المعركة دي قدر السلطان محمد البرسلان إنه يغزو بجيشه بلاد الروم، وفتح كتير جدا من الحصون. وتعتبر معركة ميراث قرد من الملاحم الفاصلة في التاريخ، وبعض المؤرخين شبهها بمعركة اليرموك وبصعوبتها. وغاية النهاردة تعتبر أوروبا المعركة دي إنها نكسة كبيرة في تاريخ الإمبراطورية البيزنطية. وطبعا قدرت دولة السلاجقة إنها تنشر الإسلام في جميع البلاد، وصلت لآسيا الصغرى. وقدرت الدولة السلجوقية إنها توصل الإسلام لأماكن ما كانش وصل لها قبل كده. قد إيه تاريخنا الإسلامي مشرف وفيه قادة عظام، ويستحقوا إننا نتكلم عنهم ونعرف تاريخهم، ونعرف هم قد إيه ضحوا بحياتهم علشان يخلوا راية الإسلام دايما مرفوعة. وهنا انتهت قصة النهاردة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.